السلام عليكم. معكم ميس منال محمود، ومكملين معاكم سلسلة الحروف اللي كنا ابتديناها في كورس التأسيس. وهناخد النهاردة حرف الأو. الحرف ده اسمه أو أو أو، إنما صوته في الكلمة أو أو أو. فكرة يا جماعة، اللي هيتابع معايا كورس الصوتيات بعد كده ان شاء الله هيعرف ان حرف الاو ملهوش الصوت ده بس، ليه كذا صوت في الكلمة. ممكن حرف الاو يكون قوي او سترونج او، وهنرمز له بالرمز ده. وممكن حرف الاو يكون ويك او ضعيف في الكلمة، لان حرف الاو مش هيثبت على حالة، بيتغير في الكلمات وبيتغير صوته. تمام، فده مش الصوت الوحيد لحرف الاو، عشان برضو تبقوا عارفين. تمام، لكن ده صوته لما بيبقى سترونج او 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 او. تمام، او او اورنج او او اورنج او او اكتوبس او او اكتوبس. من ضمن برضو وملاحظة سريعة عايزاكم تعرفوها معايا، ان انا قلت قبل كده انا لسه قايله فوق ان ده السترونج او الاو لما يبقى قوي زي في الاو بداية الكلمة هنا. لكن ناخد مثال تاني، ان الاو لما تبقى ضعيفة او ننطقها مش بقوة، هتبقى زي دي كده، الاو التانية دي، ودي هيترمز لها بالرمز ده، هتبقى كده. تمام، اللي حابب معايا يتابع كورس الفوناتكس ان شاء الله، اللي حابب يتابع معايا باذن الله كورس الفوناتكس هبتديه بعد كورس التأسيس على طول، هيعرف معايا الرموز دي واهميتها في نطق الانجليش بطريقه صحيحه. تمام، يبقى الاو دي هتبقى او سترونج او قويه، والاو دي هتبقى او ضعيفه. عشان كده انا مش بحب احصر صوت معين للاو، ولكن ده الصوت الغالب في اكتر، في يعني 99% من بداية الكلمات بيجي الاو سترونج او في الصيغة القوية ليه. او او دي او اكتوبس اكتوبس. تمام، خلوا بالكم هنا نطقنا الاو بشكل ضعيف قوي او ما اصهرناهاش قوي، فعشان كده بنرمز لها بالرمز ده لما الاو عندنا متبقاش ظاهرة قوي. تمام، يلا نكتب مع بعض حرف الاو. بسم الله. دول سطرين الانجليش بتوعنا، وده السطر التالت. هنبدأ من السطر التالت هنا، النقطة دي مثلا، هنلمس السطر ده كده وننزل نلمس السطر الاخير ونطلع نقفل الدايرة بتاعتنا كمان مرة. دي النقطة اللي هنبتدي منها، ننزل بنص دايرة، نلمس السطر الاخير ونطلع نقفل الدايرة. اخر مرة اهو من السطر التالت، ننزل بنص دايرة، تلمس السطر اللي تحت، تطلع تقفل الدايرة. ده بالنسبة لل او كابيتال. الاو سمول هتبقى نفس الكلام، بس مش هناخد السطر التالت ده، هناخد السطرين بتاعنا بس، مش هنستخدم السطر التالت فيه. اهو من اول هنا مثلا نص دايرة، وتلمس السطر الاخير وتطلع تقفل الدايرة. من اول السطر نقف في النقطة دي، نرسم نص دايرة اهي، وتطلع تاني نقفل الدايرة. واخر مرة كمان للي ما خدش باله، نص دايرة وتطلع نقفل الدايرة تاني. وتابعوني في الفيديو الجاي، هنزل حروف تباعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.